السلام عليكم ومرحبا بكم البنات. اليوم جبت لكم جوج ديال الوصفات اللي هما لي توب ديال الوصفات اللي نقدروا نديروهم للبشره ديالنا ونلقاو نتيجه رائعه. هاد جوج ديال الوصفات كيعالجوا المشاكل ديال التصبغات، المشاكل ديال البثور، مثلا الاثار ديال حب الشباب او اي تصبغات في البشره كيعالجوها. انا شخصيا الوصفه الاولى هي كنستعملها من القديم وباقا كنستعملها دائما. كيف ما كتشوفوا معايا هذوك القرعات ما كيخطاونيش، فدائما فيما كنمشي المغرب كنحاول ناخذ الحلبه مطحونه والترمس مطحون. هاد جوج ديال المواد اللي هما كيحيدوا التصبغات، مبيضين للبشره، كيعطيوها رونق. والوصفه الثانيه متكونه من الماء ديال البطاطا، العصير ديال البطاطا والعصير ديال الحامض. هاد جوج ديال المواد اللي غنيين بالفيتامين سي اللي كيساعدوا على تجدد الخلايا ديال البشره وكيعطيوها واحد النضاره وصفاء. غادي نقول لكم كيفاش كنستعمل هاد جوج ديال لي ماسك. فاول حاجه انا كنحتاج للصفر ديال البيضه، وكناخذ معلقه ديال الترمس مطحون، معلقه ديال الحلبه مطحونه، وكنحركهم. هادو كنديرهم على البشره ديالي تكون مغسوله مزيان ونقيه، كنخليهم حتى كينشف تماما. من بعد كنغسلو مزيان بالماء الدافئ هاد الماسك، وكندير المرطب اللي مولفه كندير للبشره ديالي. كيف ما كتعرفوا انا دائما كنصاوب هذاك الزيت اللي بالفيتامين سي، كناخذ منه قطرات وكنوزعهم على الوجه والعنق ديالي وكنمصيهم مزيان. هذا الماسك الاول. الماسك الثاني واللي معتمده مؤخرا، اللي فيه العصير ديال الحامض والعصير ديال البطاطا. كناخذ الماء ديال البطاطا مع نفس المقدار ديال الماء ديال البطاطا مع نفس المقدار ديال العصير ديال الحامض، كنمزجهم بزوج نحصلوا على هذا المحلول على هذا الشكل. هذا كناخذوا بشي قطنه ولا كنوضعوا في شي رشاش وكنرشوا على عنقي وعلى الوجه ديالي، وكنخليه حتى كتمتصوا البشره ديالي جيدا. من بعد كنغسلوا كيف ما المعتاد وكنرطب البشره ديالي. فالوصفات ديال اليوم هما من اروع الوصفات اللي يمكن لكم تعتمدوهم باش تنقيوا البشره ديالكم، خصوصا من بعد الفصل ديال الصيف اللي كيعاني من تصبغات ديال البشره. هاد جوج ديال لي ماسك غادي يعالجوا ليه البشره ديالو 100 درجه. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم لاعطاء المزيد، والى اللقاء.